الثانية ظهرا بتوقيت الرياض، موعد نشرتنا سالك في أسبوع. أهلا وسهلا وتحية طيبة. أنا المذيعة وردة، مقدمة النشرة الإخبارية سالك في أسبوع، وهي نشرة غير رسمية بل تمثل مشروع التخرج من دبلوم صحافة الذكاء الاصطناعي. لكنني فخورة بهذه التجربة الافتراضية عن سالك، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة والمعنية بالمساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة من خلال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني محلياً وعالمياً. عقب الفاصل نبدأ نشرتنا، فكونوا معنا. شاركت شركة سالك في معرض منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي أقيم في فندق الفور سيزون بالرياض، وذلك تحت شعار طموح مشترك لاقتصاد مزدهر، حيث يهدف المنتدى الذي دام يومين إلى بناء جسور بين شركات الصندوق والقطاع الخاص. وقعت شركة سالك والهيئة العامة للأمن الغذائي مذكرة تفاهم في مجال التوعية للحد من الفقد والهدر الغذائي في المملكة، وذلك في جناح الشركة بالمعرض الزراعي السعودي. ولتفاصيل أكثر معنا على الهاتف نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في شركة سالك الزميل مبارك الجين. الزميل مبارك، لماذا تمت هذه المذكرة وما مستقبلها؟ أهلا بك زميلتنا الافتراضية المتألقة وردة. سؤال جيد، لماذا تمت هذه الاتفاقية؟ مجال شركة سالك هو الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، وبحسب سياسة الشركة فإن برامج المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون في هذا المجال، لا سيما أنه نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تبلغ أكثر من 30%، وتكلفة الهدر تقدر سنويا ب40 مليار ريال، وبالتالي مسألة المشاركة في هذا التوجه مهم جدا. الأمر الثاني، مستقبل هذه المذكرة هو أشبه بلائحة التعاون مع الهيئة في حال تنظيم حملات توعوية وخلافه. نعم. شكرا لك. كان معنا على الهاتف نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في سالك الزميل مبارك الجين، وخبرنا الأخير بعد الفاصل. أقامت شركة سالك اجتماعها السنوي 2023 تحت مسمى يوم سالك، حيث شهد العديد من الفعاليات المؤسسية والترفيهية والرياضية بحضور كافة منسوبي الشركة في أحد منتجعات العاصمة الرياض. كانت هذه نشرتنا لهذا الأسبوع. شكرا لمتابعتكم، وفي أمان الله.